الدنيا ليل معلش. اهلا بيكم في فيديو جديد من الرياض. احنا دلوقتي رايحين على شارع الملك فهد. الشمس شكلها حلو قوي، السما ولا ايه؟ نخش نلحق الصلاة الأول كده بقى نروح نعمل اللي احنا عايزينه. ماشي، حاليا بحاول أطلع كارت المواصلات ده. الكارت ده يكون في المحطات بس المشكلة كلها إنه عايز فيزا. احنا هنحاول نلاقي واحد يجيب لي الكارت ده من غير فيزا، اديله كاش يعني ويشتريه لي هو. كارت المواصلات دوت اللي أنت بتستخدمه في الباص. أنا رحت 3 مرات اتخانقت مع الباص عشان مش عايز اشتري الكارت ده. بديله فلوس يقول لي نو كارد، كارد نو هاف كارد ما عندي. يقول لي لا كارد وفي حد بيدفع لي بقى يعني من ورا. ربنا يخليهم يا رب اللي دفع لي يعني. نحاول نشتري كارت دلوقتي من المحطه اهي، وبعد كده نعدي الناحيه الثانيه عشان نروح برج الرياض الايقوني. فقعدت اقول له بقى ايه، انا عايز كارت. فقال لي طب ما تدفع. ازاي بقى؟ معاش حضرتك تقنعني ازاي؟ قلت له ما انا معيش فيزا. قال لي ادفع كاش. قلت له في كاش؟ قال لي في كاش. حسيت ان انا عبيط والله العظيم يا جدع. طب نعمل ايه طيب؟ والله العظيم الدنيا غريبه والله. جبنا الكارت بس شكله جامد موت، عليه كل الحاجات اللي هي تبع الرياض. الغريبة المواصلات هنا مش بالمحطات، بالساعة. يقعد معاك ساعتين. معنى ايه؟ دلوقتي انا اشتريت الكارت اوكي، حطيته في الباص، بيحسب بقى الساعتين من الوقت ده. معاك ساعتين تستخدم الباص فيهم ب4 ريال بس. ممكن بقى يروح لحد المحطة ومثلا انا اخلص انا مشواري خلصته قبل ساعتين، بنزل اركب تاني ضمن الساعتين 4 ريال بس. شيء جميل ان هو بالساعات مش بالمحطات. اوكي، انا في حي وسط البلد عموما يعني. فاكرين البرج ده؟ بصوا قد ايه. عايز اوريه لكم من قدام لانه مش باين من هنا. البرج اللي هو عامل حرف ده لو عارفينه يعني. المهم لقيت شويه براندات هنا، لوي فيتون وجيكوب ديت ماركه ساعه بتوصل هناك لنص مليون دولار. انا في حي الاثرياء في الرياض. عارفين انتوا لما البني ادم بقى شايف حاجات حلوه قوي بجد ومش عارف يقول ايه؟ انا دلوقتي في نفس الوضع ده بالظبط. حاجات اللي هو انت كنت بتشوفها بس في التلفزيونات يا جدعان، زي مثلا البرج اللي ورايا ده. لا يعني انت تخيل الصوره كده مش طبيعيه بجد، مش طبيعيه يعني. انا مبسوط جدا بصراحه. تقول لي ده ولا برج القاهره؟ ايوه ده طبعا. قارن ايه بايه يا عم؟ انت يعني الحوار ده هيزعل ناس كتير، بس بصراحه انا بقول الصراحه، ده ولا برج القاهره؟ يا اخي شوف بس، المفروض يكون في ناس كتير حواليا، مفيش اي حد غيري ماشي. عارف ليه؟ مع ان الساعه لسه ما جاتش 9، الساعه 9 الا ربع، مفيش حد خالص في الشارع يعني. بصوا الشارع عامل ازاي. هو ده المحل اللي كنت بكلمكم عليه، محل جيكوب بتاع الساعات. ساعه شيلها جوه مليونات وحاجات كده. هحاول اخش. دي الساعه بتاعت كريستيانو رونالدو وجيكوب. دخلت جوه، ساعة 1,100,000 ريال، يعني كام مصري؟ ثواني احسبها واجي. وقتها الساعة بتاعت باتمان بيجي معاها عربية كده، التصوير طبعا كان جوه ممنوع. 15 مليون جنيه ساعة. 15 مليون جنيه. ما رضيتش اقول له طلعها، عايز اجربها بصراحة. انت عادي طريق. قال لك هو بليز ويت. استنى لحد ما الشبكة تنور. الطريق كده ما بيوقفش، لازم يكون في حد عايز يعدي. حاسب كده مشوني كده بقى عشان قفلت احمر عشاننا والاشاره فتحت تاني، وانا اللي وقفتكم كلكم عشان اعدي. دخلنا هو المول بالشكل ده. كل الاسعار طبعا غاليه جدا. بتمشى حوالين المول، فاتح جوجل مابس وبدور على حته تانية اروحها. في برج تاني اسمه فيصلة في السنة الجديدة. You can take a seat if you want. You can take a seat. It's okay. No. I think you No, it's fine. recording. It's fine. اللي هو الاحتفالات دي بفكر اروح وين؟ برج الفيصلية. يعني شكله من جوه جامد
مرة. يلا خلينا نستكشف بقية المول. كانت تجربة حلوة بصراحة، اتمنى تتكرر. خلينا نروح على البرج التاني ده ان شاء الله، هنتمشى له لان هو قريب من هنا. فين الشخص اللي وراه ده؟ غالبا هيجي يسألني انت بتصور ايه؟ لا مفيش الكلام ده هنا الحمد لله. محدش كلمني، محدش قال لي انت بتعمل ايه ولا اي حاجة. حاسس براحة كده. خلينا نشوف البرج التاني نروح على طول. ما كانتش مترتب لها بس انا وصلت عند مكتبة جرير. مكتبة جرير ديت اللي ما يعرفهاش اللي بتبيع كل الالكترونيات بقى، كانت كده عجيبة يعني. كان حلم من احلامي ان انا اجي هنا بصراحة يعني يوما ما. يلا بينا نخش نشوف مكتبة جرير بتحكي عن ايه، ولما اروح البيت فكروني هلاقي العفان اللي في وشي. ترى مسكت nothing phone. بس عايزين ننور الانوار دي. لحظة كده استنى نشوف الدنيا. هتلاقي فيديوز اكتر في ستوري هايلايتس على انستجرام. دخلت محل ساعات. اللي عجبني الديكور ده، الديكور بتاع المكان رائع. انا مش عارف بيعمل ايه في محل ساعات، تحفه. وفي سكيت بوردنج، الكراسي كلها جلد. الراجل اللي جوه عسليه جدا. عادي اصور؟ قال لي عادي، خد راحتك، المكان مكان. يا لهوي ايه يا جدع الجمال ده. الحق ناس ماشيه سبحان الله قدامي حاجه عامله زي قصر، بس انا مش عارف ايه ده. شوف بقى، طلع فندق اسمه نارسن او والله ما عارف اقرا الكلمه. نارسيس. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز جمله مفيده. عندهم بقى الحاجات اللي هي السكوترز ديت في كل حته، مش مكلبشينها ولا اي حاجه، لا هي سايبينها في الشارع عادي. انت بس بتحط الكيو ار كود وتجري. عربيه شرطه ورايا يعني. مفيش حاجه اسمها هنا شرطه تقول لك انت بتصور ايه؟ بتعمل ايه؟ يا باولو منتج يا باولو. انا عايز بس اوريكم محل هنا شكله عامل ازاي. خياله بتاع ايه؟ اوكي في واحد بيفحط باين. بتاع ايه بقى؟ برفانات. يعني انا مش عارف، وده عاملين لك انتري وبتاع وكل ده بتاع برفانات يعني. دوت ماشي اللي هو اللو سنترو ده شكله محل مجوهرات وبتاع، بس ده ليه كده يا اسطى؟ ليه؟ ربنا يرزقنا ويرزقكم، تيجوا هنا تلفوا وانا اروح في حته ثانيه الف ونعيش كلنا كده. بس كده يلا سلام. انا كده هبدا ادي درس معنوي. حاطط الباص قدامي اهي، واللتر البنزين هنا اللي استغربته سيكا ان هو 2 ريال و180 هلله. الهلله دي اللي هي القرش، زي القرش عندنا كده. بس تقريبا وده كان اول يوم ليا في الرياض. ناخد الباص هنتغدى ان شاء الله. فارس اللي انا قاعد معاه صديقي هو اللي مستضيفني في الرياض. الله يخليك يا فارس لو بتتفرج على الفيديو ده، والله ساعدتني للغايه يعني. ننام بقى عشان بكره يوم طويل قوي. وبس ده كان يومي في الرياض. استنوني بكره هيكون يوم ممتع بجد يعني. خليكم معايا في اخر الفيديو ده وهتستمتعوا قوي. One day later. صباح الخير، يوم جديد، حته جديده. احنا حاليا رايحين على حديقه الحيوانات في الرياض. ليه؟ لاني بصراحه بحب اشوف الحيوانات يعني. انا بحب الحيوانات عموما يعني. وحديقه الحيوانات في مصر Next question. فقلت بما اني هنا جبت باص اوريدي راح حديقه الحيوانات وتذكره ببلاش، فليه لا؟ فاهمين؟ يلا بينا نعيشكوا يوم جامد بجد يعني. لان انا بعد ما هنروح على كام معرض كده، نصور معرض لامبورجيني، معرض بورش، ففيديو جامد جدا يعني. انا الوحيد اللي ماشي بالشارع. مش عارف مدينه الاشباح دي ولا ايه، مع انها العاصمه يعني. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لاقيش منهم ولا واحد. دخلنا وانا داخل طبعا كل حاجه معايا. فسالني تصوير، قلت له ايوه. قال لي حياك الله، شو المكان مكانك. يا لهوي على الناس الجميله. مصر بقى اتصور ايه؟ ليه؟ تبع مين؟ يا باولو. المهم دي الخريطه. عندهم نمور وفيله وزرافه وكانجرو. لا شكلها دي البجع. اول حاجه شفتها في حديقه الحيوانات. وبالنسبه للنظافه فانا مش عارف اقول لكم ايه يعني. بصوا عاملين ازاي. تحفة. الحتة اللي أنا فيها دي اللي هي الغزالة. عارفين الغزالة اللي هي في أمريكا دي بتطلع في كل أفلام الرعب بتعمل كده؟ هي دي. عند الفيل أبو زلومة. تعالى. ده الصغنطوط ده بيبي. حاليا المفروض إن أنا رايح عند منطقة الدب، بس مش عارف ليه متعصب الراجل ده. هنا في عركة. أخي الدب صاحبك أذاك. زهقان من حياته الدب باين. هنا يعني الزيبرا والزرافة وقاعدين معاهم واحد كده ضيافة. يلا خلينا نكمل. مش هتصدقوا لقيت تيمون. عارفين تيمون وبومبا؟ اوكي تيمون بس كتير منه بقى. وعامل زي البارك ده ليه؟ ما علينا يعني. لسه لاقي يا خرابي على روقانه.
دلوقتي جمل التي بتاعتين ده شكله غريب. لسه سائل دلوقتي على بيت الاسد والتايجر، رايح لهم حالا. اخ يا لهوي، نمر حرفيا بيني وبينه ازاز. يعني بصوا مفيش ارعب من كده. وبس كده، دي تقريبا كل حاجه عن حديقه الحيوانات في الرياض. تقريبا حاولت اصور كل يعني على قدر ما استطيع، ولسه ما شلتش للاسف الوحاشه اللي في بقي دي اللي في وشي دي، بس ان شاء الله هروح دلوقتي اشيلها. انا عايز اصور لكم الحقيقي ده لانه عاجبني جدا بصراحه. مثلا ده بيت او قصر ما علينا. نخش نصلي العصر، رب يكون عندهم ميه عندي خلصت في الجامع، لان الميه هنا لازم تشتري ميه معدنيه، ما ينفعش تشرب من الميه اللي هنا لانها كلها ميه ابار غير صالحه للشرب. يلا بينا نخش المسجد. احنا حاليا رايحين معرض لامبورجيني، وزي ما قلت لكم هنضف اللي في وشي ده، نضفته الحمد لله اهو بقى كله مظبوط. يعني مدينه الملك عبد الله هنتمشى نص ساعه كده لحد ما نوصل معرض لامبورجيني وبورش وبنتلي. الفيو قاتل يا جدعان بجد، الدنيا شكلها حلو قوي. معايا صديقي فارس، ضافني عندي في السعوديه. فارس لو بتشوف الفيديو ده حبيبي يا اسطى، والله بحبك جدا. ديت محظورات عندي في العائله. فيراري حاولت اخش المعرض بس هو قال لي التصوير ممنوع. اللي ورايا ديت رويز رويز، بس انا مش فاكر النوع بتاعها ايه الصراحه، بس هي جميله قوي. في عربيه احلامي البورش 911 ماشيه 15000، يعني ماشيه بقالها حبه. ما شفتش السعر بصراحه، بس هنا الاديشن على القرب كده الحته دي صفرة، اللي هي الاديشن الاصفر. عموما الديتيلز هي الصفرة هنا. وبس انا بجد سبيشلس، مش عارف اقول ايه. فان شاء الله تكون عربيتي في يوم ما. للناس اللي ما تعرفش، بورش برضو عندها محل بيبيعوا فيه هدوم واكسسوارات، وبره عربيات عادي. دلوقتي رايحين على معرض لامبورجيني. هي سمحت لي صور بره العربية، بس من جوه العربية قالت لي بلاش، عارف ليه، بس تمام. دي هي اللي عجباني بصراحة قوي. نوعها ايه؟ فلاينج سوبر، دي 1.5 مليون. حاليا احنا قاعدين في بورش 911 عربية احلامي، وان شاء الله نحققه يوما ما. كريرا اس جميلة والله. بعد كده رحنا على البوليفارد اللي اتفتح سنة 2022 في الرياض. تعالوا اوريكم بوليفارد الرياض عامل ازاي، لانه بجد تحفه فوق ما تتصوروا. ورايا حلم الطفوله اللي هو WWE، بتفرج عليه دايما وانا صغير، كانت حاجه جامده قوي بصراحه. انت تبقى موجود في حته فيها ذكريات طفولتك. بصراحة حسيت ان انا في نيويورك شوية، اللي هو تايم سكوير لو عارفين. اوكي
اوكي احنا كنا اشتركنا في مسابقه فورمولا 1. خلصت السباق في دقيقه ونص. ما كنتش اعرف، انا كنت بلعب بس وخلاص. فقالوا لي ان انت تاهلت للبطوله اليوميه. هنروح نشوف. نورتونا شرفتونا يا مرحبا وسهلا. اوكي رايحين نلعب بطوله هبله كده وهنخسر صح؟ جهاز رقم 2. الاخبار احنا بدأنا المفروض نكسب السباق ده. عملنا سباق قبليه وجبنا دقيقة او 50 ثانية، فالمفروض نكسب السباق ده ضد الناس اللي قاعدة جنبي دول عشان نتأهل للجولة اللي بعد كده، فادعوا لي. في الاخر خسرت يا شباب، شكرا. وبس كده، ده كان كل حاجة عن فيديو الرياض. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتتابعوا الفيديوهات الجاية. كان معاكم زين، اشوفكم في فلوج جديد. سلام.